بسم الله الرحمن الرحيم. هنشرح يا جماعة موضوع اللي هو عدم القفلات في الاكسسات او الراوترات، او لما يحصل تهنيجة في سويتش ولا حاجة من الكهرباء، فيقوم السويتش كله يهنج المجموعة كلها مع بعض، وممكن يوقف السيرفر كله مع بعض. فالطريقة دي توصلت لها ان شاء الله ان انت مثلا ممكن تقسم المجموعات بتاعتك. مثلا لو انت عندك مجموعتين، كل مجموعة على سويتش، ممكن اعمل كل سويتش على كارت لان. الناس اللي عندها راوتر بورد متوفر عندها ممكن تعمل 4 خروج او 4 كروت خروج اوت للناس بتوعها. طيب لو انت عندك كيسة كمبيوتر فيها كارت او كارتين وخايف من القفلات ديت، فانا هقسمها لكم او اوريها لكم بنفس الطريقه اللي انا مقسم بيها. هي ما ينفعش ادي الرول جاهز، ان بتختلف من كارت لكارت، ان كل عدد كارت بيتعمل له اضافه معينه. فممكن تاخد الرول تحطه عندك مره واحده يلخبط لك الدنيا من غير ما تفهمها. فانا هوريها لكم كده بالتسلسل بتاع كل كارت معمول في ايه. مثلا عندي هنا اوت واحد ده اول سويتش، اوت اتنين مركب عليه بيكو ستيشن، اوت تلاتة مركب فيه سويتش تاني على مدى فيه كذا سويتش ورا بعض. طيب ده يعتبر 3 كروت بالظبط في الماكروتيك، يعني هنا كده بالظبط في 3 كروت، وكارت الدخول ده مختلف عنه. وهنا معمول بريدج على الخارج كله. يبقى اول حاجه هنعملها كارت ان واوت، يبقى اوت واوت اتنين واوت تلاتة. البريدج ده بيتعمل ازاي؟ هنيجي هنا كده على البريدج هنا، الناس اللي هي لسه بادئه خالص تعمل حاجه اسمها بريدج للكروت بتاعتها في الدخول والخروج. هنيجي على كلمه بريدج هنا، بعمل اضافه، يعني بعمل ادد من هنا كده واقول له اضافه بريدج اللي هي هتيجي هنا دي. بعد ما اقول له بريدج او الاضافه زي ما هي كده بالظبط، زي ما تطلع اقول له اوكي موافق، يعني مش هعمل اي تعديل، بعمل اضافه واوكي، هتيجي زي دي كده بالظبط. واجي على كلمه بورتس واقول له هنا ايه البورتات اللي هتربط على البريدج، ايه اللي هو الكارت الاول والتاني والتالت. يبقى الاول اهو بختار انا من هنا كان من الجنرال، اقول له الاوت اللي هو اوت واحد بريدج. تمام، يبقى بريدج يا جماعه واحد، اللي هي البريدج اللي احنا عملناها ده، هي مش هزود غيرها، بريدج واحده بس. هي كانها بتشير على التلات كروت كلهم او كارتين او 10 لو 10 كروت. الكارت التاني نفس النظام بالظبط، بقول له اوت وبريدج واحد برضه. والكارت التالت نفس النظام. طيب في هنا موضوع في الترتيب اللي هو واحد وعشرة وتمانين. نيجي على الكارت التاني واحد وعشرة وتمانين. نيجي بقى على الكارت الأول، هو الوحيد اللي هيختلف، هيكون 2 10 80، اللي هو أول كارت خالص بتاع البريدج بقى المستحق هنا حسب القيمة المتغيرة بتاعته. اوكي، نيجي هنا بقى على الفلتر، النقطة المهمة جدا في موضوع الفلتر. يبقى يا جماعة احنا واخدين الموضوع بالترتيب والتعامل يدوي. هي المفروض دي الفلتر هخليها آخر حاجة عشان ايه افرزها واحدة واحدة. نيجي هنا طبعا بعد عملت البريدج للكارت الأول والتاني والتالت، أجي هنا في الدي اتش سي سيرفر ديت أحول اللي هي اسم الكارت اللي هو الأوت أخليه بريدج. يعني هو كان هنا معمول أوت، أخليه كلمة بريدج واحد. واجي طبعا هنا على الاي بي هوت سبوت، يعني بتغير في البريدجات اللي هي دي اتش سي سيرفر والهوت سبوت. بختار برضو من السيرفيس واقول له هنا الاوت خليها لي بريدج اهي، اشيل كلمه اوت او اللي زي ما عملتها لوكال او اي حاجه اشيلها واخليها بريدج، يعني انا مشير على البريدج. طيب نيجي بقى على الفلتر اللي هي النقطه مهمه جدا اللي فيها الشغل كله. دي البلوكات بتاعت الاتنين دول يا جماعه، البلوكات بتاعت الراوترات اللي بتضرب بورتات. في غلطه ان الناس كانت بتاخد السكريبت وتحطه على طول وبتنسى تعمل الاي بي الخارج للراوتر بتاعها. يعني بقول له ما تضربش مع الايباد بتاعتي ديت اي ايباد تانية في الراوترات او الاكسسات. كله كان بياخدها بتعمل 1 او 0 على 16. فاحنا هناخدها بالظبط كده يا جماعه، افتحها واعملوا زيها كده بالظبط زي ما موجوده عندي بالظبط اهي، انبوت و800 اي بي، ورقم الخارج بتاعك، ايبيهاتك، رينج الايبيهات اهو، الرينج بتاع الايبيهات، واعمل 67 على 68 ونفس دي النس ماسك كده بالظبط، و17 يو دي بي. الادفانتس دي مفيش، الارب مفيش، اس تي بي مفيش، الاكشن اهي اللوج، واختار الارت رانج ديت بلوك اهي يا جماعه. ان شاء الله حتى بكتبها يدوي، انقلها كده بالظبط تتكتب يدوي في نفس الخانه بتاعتها. والستاتس مفيش، اوكي. اجي على التانية نفس النظام بالظبط اهيت، انبوت 800 اي بي، رينج الايبيهات بتاع الخروج نفس الكلام 67
والنت مصري ما هو اهو 17 دي بي. الادفايس تاني، القرب مفيش، اس تي بي، الاكشن دروب. اختار كلمة دروب اختلفت عن الاولانية. الستاتس اوكي. نيجي بقى على التالتة بتاعة النت كات. الناس اللي بتعمل قفلات عندنا 3 هم يا جماعة مهمة، اللي هم اول 5 دول بالظبط، بتوع القفلات وبتوع النت كات مجموعة مع بعضها. طبعا شوف العدد كان بعيد معايا ازاي. دي كان عندي قفلات وعندي ناس ما شاء الله عليها يعني. اجي هنا اوت بايت 800 اي بي، وهنا بكتب البورت 1001 و17 يو دي بي. نفس الكلام مكتوب يا جماعه، بستدعيه واعمل زيها بالظبط. الكومنت بعمل انا اي حاجه انا عايزها، مش شرط اللي انا كاتب بيه اهو. والادفايس مفيش، القرب مفيش، ستوب مفيش، الاكشن دروب. اجي هنا كده على الرابعه جنرال فورورد 800 اي بي 1001 17 يو دي بي. الادفايس مفيش، القرب مفيش، ستريم مفيش، اكشن مفيش. اكشن اتعمل دروب برضو يا جماعه اهي. نيجي بقى هنا على الخمسة جنرال انبوت 800 اي بي 1001 17 يو دي بي. الفايس قرب مفيش، اس تي بي. الاكشن معمول برضو دروب يا جماعه اهي، دروب اوكي. نيجي بقى هنا يا جماعه على بتاعه الفيلان. الفيلان ديت كل واحد من الكارتين دول بكارت، يعني 101 دي كارت، 102 دي الكارت التاني، 103 ده الكارت التالت. انا عندي 3 كروت خارج اللي هو الاوت واوت 2 واوت 3. لو انا عندي كارتين هعمل 101 102، لو انا عندي كارت واحد هعمل 101 بس، لو عندي 3 كروت هعمل 101 102 103. لو عندي 4 كروت خارج هعمل 101 102 103 104 زي ما انا ماشي بالتسلسل كده بالظبط، زي ما هوريلكم بالظبط زي ما موجوده كده. بس قبل ما اعمل دول بختار حاجه هنا، بروح جاي هنا عند الاوت اقف عليها كده واقول له هات لي الفيلان، اقول له اديت فيلان. وانا بقول له الفيلان بيقول لي انت عاوز على ايه، يعني فيلان واحد وال 1500 زي ما هي، ولا الفيلان اي دي بقول له 101. هنا بيقول لي انت عايزها على ايه، على البريدج ولا على الاوت؟ طبعا بختار الاول. بقفل اهي يا جماعه واشوف انا جبتها ايه، عملتها ايه اهي. الفيلان 101 والفيلان 101 وبختار الاول. طب نيجي على الفيلان الثانيه بتاعت 102 اهي، نفس الكلام فيلان 102، وهنا الفيلان اي دي 102 والانترفيس اوت 2 اللي هو ده، ان كل كارت بختار فيلان وهمي له على الكارت بتاعه. تمام. والتالتة اهي يا جماعه فيلان 103 وهنا 103 والاوت اللي هو الانترفيس 3 اللي هو التالت او الكارت التالت. اوكي. نيجي بقى هنا على البريدج بعد ما ضفت دولت، اجي هنا على بتاعت البريدجات واضيف ال 101 102 و103. اجي على ال 101 كل الكلام ده يا جماعه بتعملوه يدوي زي في الفيديو، ممكن توقفوا الفيديو وتشوفوا الصوره ماشيه ازاي اهي. نيجي هنا على جنرال بختار فورورد والانترفيس 101 و806 اي ار بي الادفايس هنا، والقرب مفيش، الستاتيوس مفيش، الاكشن مفيش، معموله برضو دروب. الستاتيوس مفيش اهو. اوكي. طبعا اللي هي الفورورد الثانيه بتاعتها بتاعت ال 101 بتاع اول كارت الجنرال فورورد، وفيلان 101 الاوت انترفيس، وهنا الماك معمول 806 قرب. واختار هنا الادفايس هنا مفيش، القرب مفيش، اس تي بي، والاكشن معموله اكسبت. ماشي يا جماعه، يعني واحده دروب واحده اكسبت. نيجي برضو نفس الكلام في 102 103 زيها بالظبط، يعني كل اللي هيتعمل باخد كوبي وبغير القيمه بس، او بشوف واعمل زي ما انا عامل في الفيديو بالظبط. الفورورد اهو، والفيلان 102 606 قرب نفس الكلام اهو، وهيتكرر على ايه الكارت التالت لو عندك كارت تالت ودروب. نجينا في 102 اهو فورورد 102 600 806 والاكشن جاينا اكسبت، يعني واحده دروب وواحده اكسبت اهي، دروب وواحده اكسبت. 103 اهي يا جماعه فورورد 103 806 قرب نفس الكلام بالظبط واحنا ماشيين، مفيش اي تعديلات زي الفيديو ماشي بالظبط، مش زيه اهو. فورورد فيلان 103 806 قرب والاكشن اكسبت. طب يا جماعه هعرف بقى المشكله او في مشكله حصلت ازاي. اول ما بلاقي هنا في الكروت بتاعه الخروج ان الداونلود والابلود الاتنين تخطوا الجيجات، يعني الابلود المفروض عندنا ما بيعديش 500 او 1 ميجا بالكتير قوي. اول ما بلاقيه ضرب 2 ميجا 2 ميجا ونص الابلود داونلود مع بعض، اعرف ان فيهم كارت ايه مهنج او الدنيا ايه خرفت، تلاقي النت قطع والبنج وقف والدنيا كلها بقت ايه مخرفه. بس السيرفر بيدي الناس نت وناس لا، يعني في تهنيجه حاصله عند ناس مبطئه النت ومهنجه الدنيا هنا.
كل اللي بعمله اروح اقف عند الكروت او الكارت اللي مهنج، اقف على الكارت مثلا اوت او اوت 2 او اوت 3 واعمل له ديسيبل. بعد ما اعمل ديسيبل استنى بالظبط اعدي من 1 ل5 واعمل انيبل تاني للكارت، هلاقي التهنيجه فكت وكل حاجه ظبطت. لو في سويتش او في عميل مهنج الدنيا خالص كل حاجه بترجع زي ما كانت. طبعا ده كان درس مفيد جدا لاصحاب الشبكات، وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.